ومما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أثر العلم وعظيم عواقبه الحميدة على أهله الدعوة العظيمة المباركة التي قالها في الحج في مسجد الخيف في خطبته في منى، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. نضر الله، دعوة لك بالنظرة، نظرة الوجه، أن يكسى وجهك نور وضياء وبهاء وحسن عندما تقبل على هذا العلم، على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا السنة والعناية بها تعلما وتفقها أثرها على حملتها ورجالها أن تكسى وجوههم نور وضياء. ومن عاقبة البدعة والانشغال بها والإكباب عليها والدفاع عنها أنها تورث حملتها ظلمة في وجوههم، حتى قال أحد السلف كما رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد، قال: صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة. وإن ادهن في اليوم 30 مرة. إيش معنى الدهن؟ يعني الأشياء التي يصبغ بها الوجه ويدهن بها الوجه حتى تطيب البشرة. وقال: وإن ادهن في اليوم 30 مرة. فالسنة نور وضياء، والبدعة ظلمة ووحشة وبلاء ووباء